بيكم معانا في حلقه جديده من سياسه بالبلدي. يا عم دياستي، ايه الاخبار؟ احنا كويسين، انت عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. حلو؟ كله حلو. قول لنا بقى يا سيدي، مجهز لنا ايه النهارده؟ يعني ايه حياه حزبيه؟ يعني ايه حياه حزبيه؟ بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الحياه الحزبيه دي يعني يكون في حزب قوي بيشتغل في برنامج سياسي قوي على الارض وبيشتغل في العمل العام، وبيكون هدفه ان هو يبقى عنده مقاعد في مجلس النواب سواء كان نواب او شيوخ، وكمان بيبقى عايز يوصل للحكم. زي الاحزاب دلوقتي اللي على ارض الواقع ولا احزاب تانية؟ زي الاحزاب اللي موجود ليها تمثيل برلماني على ارض الواقع. يعني ايه اهميه الحياه الحزبيه؟ أهمية الحياة الحزبية دي لازم تكون بتعمل توازن عام، وكمان في نفس الوقت لازم يكون في تعددية في شكل البرلمان، إنه لما حضرتك تكون في حزب وأنا في حزب والناس اللي قدامنا أو المشاهدين في أحزاب مختلفة ونبتدي كلنا نشتغل علشان نكون بنجيب مقاعد في البرلمان، ده اسمها تعددية حزبية. تاني حاجة إن كل حزب المفروض يكون عنده برنامج مختلف يشتغل فيه على قوانين وعلى توعية مختلفة للناس. تالت حاجة هي فكرة التوعية، إنه الحزب السياسي المفروض يوعي الناس إيه حقوقهم وإيه واجباتهم السياسية، وإنه المفروض إن هو كمان يعمل تأهيل للكوادر الشبابية علشان يبتدي يعمل لهم إعداد علشان يخشوا سواء كان برلمان أو محليات أو شيوخ. والاهم بقى من كل ده ان هو كمان لازم يشتغل كمان على ان هو يبقى عنده كوادر مهمه وتقيله علشان يكون بيلعب على مقاعد الحكومه. يعني لازم الاحزاب يكون طالع منها وزير، طالع منها رئيس حكومه، طالع منها نائب وزير، طالع منها محافظ، طالع منها نائب محافظ. هي ده شكل الاحزاب اللي المفروض تكون في مصر. بس انا بشوف احزاب كتير ملهاش يعتبر تواجد في الارض ولا ما تعملش حاجه للناس اصلا خالص. ما دي مشكلة والله يا عم دياستي. ليه؟ لأن مش كل الأحزاب قوية ومش كل الأحزاب بتملك أدوات في الشارع أو أدوات حقيقية، وكمان مش كل الأحزاب بيكون عندها برامج انتخابية بتشتغل على القوانين أو بتعمل الدور اللي المفروض تكون بتقوم بيه كحزب مؤثر. طبعا إلا يعني بعض الأحزاب القليله اللي موجوده، طبعا احنا مش عايزين نتكلم على كل الاحزاب، لكن احنا عدد الاحزاب الموجوده في مصر عدد كبير جدا، يكاد ان يكون اكتر من 100 حزب او 100 وشويه. الكام حزب بقى فيهم بيشتغل؟ لا، هو حزب 2 3 5 بالكتير. ازاي الحزب يبقى ليه دور على ارض الواقع واحنا نشوفه نلمسه؟ انت عايز تقول انه ازاي الحزب ممكن يكون مؤثر، صح كده؟ المفروض. طب احنا بقى هنسيب السؤال ده لمشاهدينا يقولوا لنا ازاي يقدر الأحزاب السياسية من وجهة نظرهم إنها تكون مؤثرة. هنستنى تعليقاتكم ورسائلكم تقولوا لنا فيها شكل الأحزاب السياسية المؤثرة اللي انتوا بتحلموا بيها في مصر. خلاص كده يا عم دياستي؟ خلاص أنا كده فهمت. واحنا هنستناكم انتوا كمان تقولوا لنا رأيكم في شكل الأحزاب السياسية وإزاي تكون مؤثرة، وأحلامكم في شكل الأحزاب السياسية اللي تتمنوا تشوفوها. ما تنسوش تبعتوا لنا، هنستناكم. باي باي. حرام عليك يلا، ده انت بتضيع فرص منك يا اسطى يا اسطى يا ابنوكي والله العظيم. وهي بتسال خلاص كده وقالت هتروح للكلام، انت بقى بص هنا عشان في الاخر هي هتختم، فانتوا الاثنين هتختموا في النص. انت فضلت استنى بقى عشان هي ما كانتش حلوه. باي باي.